ريال مدريد يفقد أول 3 نقط في الدوري أمام أتلتيكو مدريد في ليلة كارثية على ريال مدريد وعلى مشجعينه. الموضوع ابتدى من قبل ما الماتش بقى حتى يبدأ. انت أول ما لقيت الماتش فاضل عليه ساعتين ولحد دلوقتي التشكيلة لسه ما نزلتش، تقلق على طول. يبقى في حاجة بتتعمل في التشكيلة، في كارثة بتتحضر في التشكيلة. وفعلا انت ابتديت الماتش بتشكيلة 4-5-1. كبة في حراسة المرمى، رباعي خط الدفاع فاسكيز وفران جارسيا وروديجير وألابا. تمام، الأربعة أنت متقدرش تغير فيهم حاجة. ولكن المشكلة بقى كلها كانت في خماسي خط النص، إن أنت بتلعب بكروس وكامافينجا وفالفيردي وبيلينجهام ومودريتش ومهاجم وحيد وهو رودريجو. ايه بقى اللي انت عملته ده؟ يعني انت مبدئيا ما لعبتش بتشاوميني، ما نزلتش خوسيلو. انت اصلا ما فيش عندك في الفرقة كلها مهاجمين غير خوسيلو. بتلعب 4-5-1. يعني طب انت كنت منتظر ايه؟ يعني انت اصلا كنت منتظر ايه وبتلعب من غير تشاوميني؟ ايه بقى يعني ايه التشكيلة دي؟ انا كان نفسي افهم ايه التشكيلة دي، احنا داخلين بالتشكيلة دي ليه؟ طبعا كالعادة الماتش ابتدى بهجوم لريال مدريد ورد عليه أتلتيكو مدريد، ولكن كان في هجمة حلوة جدا لريال مدريد وبلينجهام يتضرب فيها على خط 18 أو مش على يعني بعد خط 18 بشوية، فالمفروض فاول من المنطقة، خطر جدا جدا جدا. ولكن الحكم فجأة ما حسبهاش فاول لبلينجهام، والكرة تترد عليك بالجون الطبيعي اللي بيخش فيه كل ماتش. أول 10 دقايق لازم يخش فيه الجون من حد من ريال مدريد أصلا، من الأكاديمية. فانت ده بقى الطبيعي خلاص. احنا كل ماتش أول 10 دقايق هنبص على مين كده في الفرقة اللي قدامنا كان في ريال مدريد، ويبقى هو ده هيجيب يا جون يا هيعمل الاسيست بتاع الجون، هيخش فيه الجون يا هيخش فيه الجون. ولكن ارجع لي بقى بالمشكلة أصلا من الأول. المفروض الكورة أساسا كان فاول لبيلينجهام، وكمان يبقى فيها إنذار، كمان فاول من منطقة خطر جدا. فأنت المفروض الجون ده ما كانش هيخش ويبقى فيه إنذار ليهم، وفاول من منطقة خطر. يعني أنت كان ممكن أصلا تجيب الجون ده. ولكن مش هتقول كل حاجة على الحكم، لأن أنت أصلا أساسا كنت وحش. يعني الحكم لو هو غير نتيجة الماتش ساعتها تقول تمام ان هو كان وحش، لكن انت اصلا كده كنت هتخسر. الحكم بقى كان حسبها فاول ولا حسبها اي حاجة، انت كده كنت هتخسر. انت كده كنت وحش، انت كنت وحش جدا جدا جدا. انت خليت اتلتيكو مدريد اللي شالت 3 من فالنسيا الماتش اللي فات تعمل عليك ماتش. ايه اللي انت عملته ده؟ والجون بتاع اتلتيكو مدريد كان جاي عبارة عن خطأ كارثي من خط الدفاع. موراتا طالع بيلعب الكرة لوحده بكل أريحية، مفيش حد ماسكه. رباعي خط الدفاع، يعني انتوا بقى فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ يعني هو طالع لوحده ما بين روديجير وفران جارسيا وألابا، وكان جنبيه كمان مودريتش. كل دول محدش لمسه، محدش طلع معاه حتى، يعني محدش نط معاه. روديجير كان واقف مش ماسك حد، وبالتالي خلى ألابا يرحل للي قدامه. في فران جارسيا المفروض يمسك موراتا، فران جارسيا ما مسكش موراتا، فراح موراتا طلع حطها بالهيد وراخر. وكبة ماشي يا كبة، مش غلطتك، ولكن ما تتحرك يا حبيبي مع الكورة. يعني انت الجول الاول والجول التالت انت بتبص على الكرة جنبك ولا كأنك بتتفرج معانا. يعني حاول على الكرة. يعني تمام، الجول التاني محدش هيكلمك فيها لان هي محطوطة حلوة جدا ومحطوطة صعبة جدا. ولكن ما تتحرك بقى مع الكرة في سواء في الاول او في التالت. انت ما اتحركتش حتى، مش بقول لك ان هي غلطتك، بس يعني اعمل التراي يا سيدي يمكن تلحقها. وبالكلام عن الجون التاني، فالجون التاني برضو كان من خطأ كارثي. انت بقى داخل فيك جونين في اول 10 دقايق بسبب تمركز الدفاع بتاعك. روديجير رحل وما بقاش مسك اي حد، فألابا راح يمسك موراتا، فجريزمان بقى واقف لوحده محدش ماسكه، ويطلع هو كمان يحطها بكل أريحية مفيش حد ماسكه. يعني جوه الماتش يخش فيك كورتين عرضيتين، نفس الكورة يعني كوبي بيست، والاتنين انت سايب المهاجمين اللي طالعه تجيب فيك الجون، ما مسكتش اي حد فيهم. بعد كده ريال مدريد حاول ان هو يرجع تاني في الماتش بالهدف بتاع كروس، وكان كرة حلوة جدا. عمل في الحكاية ان هو ودى يورنتي خلاص، وبعد كده راح داخل شوية جون حلو وبتاع، والجون ده دخل ريال مدريد تاني في الماتش.
ولكن خلاص انت الجون ما بقاش ليه لازمة بسبب ان انت خسران الماتش. انت يعني ما تعادلتش، حتى انت خسرت الماتش وخسرت بفضيحة. فانت طبعا مش هنطلع نتكلم على الجون ده. بعد كده جينا في الدقيقة 44 لأن الحكم لغى الجون التاني لريال مدريد اللي سجله كامافينجا على أساس إن روديجير كان أوفسايد. أنا شايف إن الكرة ما ينفعش تتلغي. تمام ماشي، أنا بقول لك أهو مش هنقعد نتكلم عن التحكيم، بس اما انت يعني لو مشينا بقى كده، انت أول جون كان المفروض يتلغي. تمام. والمفروض دلوقتي انت في الدقيقة 44 يبقى ريال مدريد بيسجل التاني اللي هو هدف التعادل في اخر دقيقة في الماتش، فكانت هتبقى مؤثرة جدا جدا جدا. الكورة انت حسبتها اوفسايد على روديجير. روديجير ما لمسش الكورة اصلا، ده بالعكس روديجير حتى ما كانش عارف ان هو يخش في الكورة. المدافع بتاع اتلتيكو مدريد كان عمال يشد فيه ويسحبه على الارض. يعني روديجير لو ما كانش اوفسايد كانت المفروض اصلا تتحسب ضربة جزاء. بس هو اوفسايد تمام، ولكن روديجير ما لمسش الكورة ولا تدخل فيها، هو ما كانش عارف يتحرك اصلا عشان يتدخل فيها. ألابا دخل حطها بالعرض، جت في العارضة، كامافينجا دخل كمل فيها ودخل الجون. انت بتلغي بقى الجون اوفسايد على اي اساس؟ روديجير ما لمسش الكورة اصلا، ولا كان عارف ان هو يتدخل معاها. سواء اللي يقول لك بقى انه عطل المدافع ولا الكلام ده كله، ما هو المدافع ما تعطلش. المدافع هو اصلا كان قاعد بيضرب روديجير، وكمان هو الكورة وراه هو مش باصص عليها حتى. يعني ألابا دخل لعب الكورة، المدافع ما كانش باصص اساسا، هو المدافع بيضرب في روديجير وبيشده على الارض. فانت ازاي ده حاجة زي دي تتلغي؟ والشوط التاني ابتدى بتبديلين للفريقين. التبديل بتاع ريال مدريد كان ان انت نزلت خوسيلو مكان مودريتش، واللي هو ايه بقى، اخيرا فقت ان انت تنزل مهاجم وان انت مش ينفع تفضل تلعب ب4-5-1 دي. فرحت منزل خوسيلو. تمام. انت نزلت خوسيلو من هنا ورحت لابس جون من هنا وضيع الماتش. خلاص كده الماتش خلاص خلص، انت بقيت خسران 3-1 قدام اتلتيكو مدريد. مش هنقعد ندافع، ولو راجل هات جون بقى خلاص، ما انت احنا فرق 2. المشكلة بقى في ان الجون كارثي كارثي كارثي. انت بتتكلم في انت 30 ثانية من بداية الماتش دخل فيه الجون كوبي بيست من اول جونين، برضو محدش ماسك موراتا، طالع برضو عرضية. طب في ايه يا جماعة؟ يعني انت في ايه؟ ما لازم يبقى في حل. يعني احنا واحنا بنلعب كورة في الحجز مش هيخش فينا اجوان في اول 15 دقايق. انتوا بتتكلموا في ان كل ماتش اول دقيقتين ريال مدريد لازم يخش فيها جون. ده واللي زاد وغطى بقى الماتش ده ان اول دقيقتين في بداية الشوط الاول واول 30 ثانية في الشوط التاني. يعني انت لازم يبقى في حل. ما ينفعش ان انت كل اول ماتش او كل اول شوط كمان دلوقتي بيخش فيك اجوان. طب ما انت فين التماسك؟ فين يعني انت خلاص يا عم امسك كورة في اول الماتش ده، ما تسيبش الكورة للخصم. بعد كده بقى في خلال الماتش نفسه شفنا 3 تغييرات تحرق الدم. راح انشيلوتي باشا منزل لي ناتشو ومنزل فيرلاند ميندي ومنزل تشاوميني مكان فران جارسيا وفاسكيز وكامافينجا. انت جاي في الدقيقة 60 تبدأ تكتشف ان انت غلطان؟ طب بلاش. انت دلوقتي خسران 3-1 بتنزل تشاوميني وبتعمل تغييرات دفاعية. انت خسران، فاهم يعني ايه خسران؟ بتبدل كامافينجا وتنزل تشاوميني. تشاوميني ده يا تبدأ بيه الماتش يا خلاص مش هينفع ينزل من على الدكة، ما انت خسران اصلا. هتنزل خط وسط مدافع يعمل ايه يعني؟ ما انت خسران، انت عايز تهاجم. نزل بقى ابراهيم دياز من بدري. فين الفارو رودريجيز؟ راح فين؟ هو ده جه السيزون اللي فات لعب ماتشين وبعد كده اختفى، مش عارفين راح فين. طب ما انت محتاجه اهو دلوقتي. يعني انت دلوقتي ما عندكش مهاجمين، وحتى ما عندكش مهاجمين لا دكة ولا اساسيين، انت ما عندكش غير خوسلو، وما لعبتش بيه الماتش، نزلته من على الدكة. ماتش زي اتلتيكو مدريد انت اكيد هتبقى محتاج مدافع، لان هم لو متقدمين عليك 1-0 هيقعد يركن الباص ورا، وهتقعد تعمل زي ما انت عملت كده في الماتش ده، عمال تعمل تسديدات من بعيد في محاولة ان انت تكسر التكتل ده، تعمل تسديدات من بعيد، تعمل عرضيات لمهاجم واحد. يعني انت وسط الخمسة بتوع اتلتيكو مدريد اللي واقفين في النص انت بتحاول ترفع الكرة لواحد بس. طب ما انت اكيد مش هياخدها. فين الفارو رودريجيز ده بقى؟ ما بتستدعوش تاني ليه؟ ابراهيم دياز ما نزلتوش من بدري ليه بقى ايه يعني؟ نفسي افهم الغرض من الثلاث تبديلات دول. يعني انت رحت مطلع فران جارسيا ومنزل ناتشو ومطلع فاسكيز ومنزل فيرلاند ميندي طب انت يعني انت بتعمل ايه؟ انت بتبدل باكات وبتبدل خط نص مدافع وانت خسران. يعني انا افهم ان انت تبقى كسبان فبتعمل كده
عشان تأمن دفاعي وتنشط الدفاع بتاعك، ان انت طلعت الباك اليمين والباك الشمال ونزلت خط نص مدافع، فانت بتأمن النتيجة. هل انت بقى بتأمن النتيجة ولا انت مش عايز تتفضح في الماتش يعني، فانت بتدافع علشان ما يخش فيك اجوان اكتر؟ وفضلت انت بقى من الدقيقة 60 عمال عرضيات 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 عرضيات. المشكلة بقى ان العرضيات دي لمين؟ انت عمال عرضيات وتسديدات من بره. العرضيات دي بقى لمين؟ انت العرضيات دي كلها لخوسيلو. هل خوسيلو هياخد الكورة وسط 5 مدافعين؟ طب خوسيلو عرف ياخد الكورة وسط 5 مدافعين ونزلها لك لرودريجو، ورودريجو راح مضيعها. وبعد كده رجعت لتشاوميني، تشاوميني راح شايطها من بعيد وكانت كورة حلوة. بس تمام، انت برضه عمال كل الشوطات اللي من بره دي انت بتشوطش على الجول، انت كل الشوطات جنب الجول. طب بتشوطوا من بره ليه يا جدعان؟ طب ما يعني ما تشوط على الجون. طيب ما كل الكور اللي بره لبره لبره. بعد كده جاي في الدقيقة 69 تبدأ بقى تكتشف ان ايه ده انا معايا ابراهيم دياز على الدكة، يلا ننزله. انت الدقيقة 70 وخسران 3-1، يعني انت محتاج تجيب 3 اجوان. الدقيقة 70 ابتديت تاخد بالك من كده؟ يعني انت الدقيقة 70 ابتديت تاخد بالك من الكارثة ان انت محتاج تنزل اي حد يعمل اي حلول هجومية في الدقيقة 70. يعني خلاص كده انت ابتدينا ننزل ابراهيم دياز في الدقيقة 70. مش ما بين الشوطين تلاقي نفسك منزل خوسيلو وابراهيم دياز بدل الخمسة بتوع خط النص دول، وتبدأ تلعب بتلاتة. وتقييم اللعيبة بتاعة الماتش النهاردة كبة، يعني مش تقدر تقول له حاجة برضو، انت مش هتلوم عليه غير ان هو ما نطش. بس هو كيكا هي ما كانتش غلطته، وكيكا كان ممكن ما يلحقهاش اصلا. فانت مش قادر ان انت تقول له حاجة، يعني انت مش قادر ان انت تلوم عليه في حاجة. كل يعني التلات كور اللي اتراحوا عليه كانوا خطر جدا. في كور تانية صدها، ولكن جريزمان مثلا الكرة بتاعته محطوطة في مقتل مش هتتجاب. والكورتين بتوع موراتا ما هو طالع لوحده مش ممسوك، مش هتقدر تلوم على كبة في حاجة. بالنسبة لرباعي خط الدفاع، رباعي خط الدفاع كانوا زي الزفت، ولا واحد فيهم ياخد ريت مثلا أعلى من 4. خاصة قلبين الدفاع اللي هم كانوا ضايعين ضايعين ضايعين. روديجير لحد دلوقتي تقريبا بيلعب على حس السيزون اللي لعب فيه في التلاتة ورا وكان كويس. يعني السيزون ده كله روديجير مش كويس، ما تفهمش ماله فيه ايه. حتى لما بيبقى خط الدفاع كويس او الماتش اللي انت جبت فيه كلين شيت، ما كانش روديجير هو احسن واحد في الماتش. روديجير وألابا مفيش تفاهم ما بينهم خالص. الترحيلات بتاعتهم هي دي اكبر دليل بتفهمك ان مفيش ما بينهم تفاهم. تلاقي روديجير راح ساحب لقدام، وألابا اضطر ان هو بقى واقف ما بين 2 مدافعين، ما يعني بقى مش عارف يمسك ده ولا ده. وبالتالي فران جارسيا واقف شايف ان بقى في مهاجم قدامه بقى فاضي ما يلحقش ان هو يمسكه. فانت لا، رباعي خط الدفاع كله مثلا ياخد 4. وفاسكيز كان زي القرف. ما فيش واحد فيهم ياخد ريتنج اعلى من 4 في الماتش ده. بعد كده نيجي لخماسي خط النص. خماسي خط النص ما كانش فيهم حد كويس تقريبا غير فالفيردي وبيلينجهام، هم دول اللي كانوا بيحاولوا وكانوا بيروحوا بتسديدات، يعملوا ترقيصات، يحاولوا يعملوا اي حاجة. كامافينجا كان طبيعي، ما كانش وحش، يعني كان السبعة بتاعته عادي. لكن كروس ومودريتش كانوا وحشين قوي في الماتش ده. مودريتش ما ظهرش تقريبا طول الماتش، وكروس كان بيلعب 6، وده يعني مش دي الماتشات اللي انت تلعب بكروس فيها 6. تلعب بكروس 6 لو انت مثلا ايه ماسك الماتش بقى وفي هجمات مرتدة مثلا عليك وكده. لكن ان انت الماتش اصلا بيتلعب في هجمات مرتدة سريعة جدا، وان هم اساسا بيهاجموا، فما ينفعش يبقى توني كروس هو اللي بيلعب مركز 6. فطبعا كروس ومودريتش كان ادائهم وحش جدا جدا جدا. ونيجي في الهجوم لرودريجو. انت رودريجو انت مش قادر تلوم عليه في حاجة. مش قادر تقول ان هو كان وحش بسبب ان هو اصلا كان بيلعب لوحده. انت رميه لوحده وسط 4 ولا بقوا 5 كمان من مدافعين اتلتيكو مدريد، فانت مش قادر تلوم عليه في حاجة. ما انت رميه في النار، وبعد كده ترجع تقول ان هو مش حلو. ماشي، ما عملش الاداء الواو بتاعه تمام. وان هو من اول السيزون وهو بيعمل اداء وحش وبيضيع اجوان. بس انت مش قادر تلوم عليه في حاجة النهاردة، لان هو ما ترحلوش بكور كتير اصلا عشان تقدر تلوم عليه في الماتش ده. رودريجو ما جاتلوش كور كتير عشان تقول ان هو ده ضيع كتير ولا كان وحش ولا بتاع. انت رميه وسط ال5 مدافعين، طب منتظر منه ايه؟ وبس كده، ده كان كل اللي في ماتش النهارده. ماتش يحرق الدم لكل مشجعين ريال مدريد. ضيع عليك الصدارة، خسرت ماتش الديربي بنتيجة وحشة جدا ان انت خسران 3-1. بين جدا الهبل الدفاعي اللي عندك، انت مستقبل 3 اجوان
اتنين منهم اول 10 دقايق في الشوط الاول، والجون التالت في اول 30 ثانية في الشوط التاني. لازم يبقى في حل لفكرة ان انت كل ماتش اول 10 دقايق دي بتلبس جون. ده انت كمان لبست جونين مش جون واحد. لازم يبقى في حل للكلام ده. لازم رباعي خط الدفاع يبدأ يبقى في ما بينهم تفاهم. ما ينفعش يبقى واحد بيرحل والاتنين التانيين مش لاحقين يغطوا وراه اصلا. لازم إن يبقى في تفاهم ما بين خط الدفاع كله. لازم المنظومة الدفاعية تتعدل من أنشيلوتي. تمركز اللعيبة يبقى صح. يعني لازم يتصرف. انت لو كملت على كده انت لسه عندك نابولي في الأبطال، ولسه عندك برشلونة كمان جاية. طب ناوي بقى هتروح على فين؟ بس كده، ده كان كل اللي في فيديو النهاردة. اعملي لايك وشير وفولو عشان تشوف كل جديد عن الكورة وعن الفيفا وعن الفانتسي. سلام.